الزمالك اتعاقد مع مدرب مش عارفين نقول اسمه ايه، او هنقول اسمه ازاي، او هيتقال اسمه ازاي، وعمل له تقديمه هنقول اسمه بس يعني هنقولها مع بلس 18 يعني. وعمل له تقديمه فيها اعلام طبعا حمراء، ودي بتدل على ان هو بيوقع النادي الاهلي. لا عيطنا، الجماهير لا عيطت ولا زاطت ولا عملت زي عربية الإسعاف ولا جالت كاني ولا جالت ماني، بس يا صاحبي استحمل لما اجي واديها لك في نص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جدل رياضي جديد، لايك وشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بص يا سيدي، الزمالك تعاقد مع مدرب اسمه يا فريرا، يعني فريرا، وعنده بنتايك، والراعي يعني نايك. ده لو مؤاخذة في الكلمة أنادي يعني، مش عارف بصراحة، أقسم بالله ما عارف. بس الأهم حاجة إنك أنت تستحمل وما تعيطش من اللي جاي. عملت له تقديمة وأنا مش عارف بما يرضي الله أقنعته المدرب إن هو يلبس اللبس ده إزاي. أنت عارف حرفيا حرفيا مقتبسة من أنهي اتجاه التقديمة بتاعته؟ من فيلم، من مسلسل الكبير أوي، لما كان هجرس وفزاع والكبير اللي هو احمد مكي، ولما حبوا يمثلوا. مم؟ المهم طبعا انا مش عارف التقديمه دي يعني مين اللي فكر فيها احنا بالظبط. الملوك، احنا زمانك. اهم حاجه انك انت ما تعيطش يا غريمي لما نقدم لك تقديمه حلوه زي كده، او ما احنا كده كده بنخليك بتعيط على طول. يعني انت عندك عربيه الاسعاف دي موجوده في كل الدنيا، خلتك بص بقيت اما تسع بتلحس الجزم في كل حته عشان خاطر ايه؟ تتشال من اعلان اتصالات. وانت بتقدم ده يعني بتقدم اللي هو بلس 18 فريرة، يعني بتقدمه على ان هو بيوقع الاعلام الحمراء، بيوقع النادي الاهلي، بيوقع او بيصطاد عامة بالسهم يعني. وده لو ده اللي يدل على انك انت محروق جدا، محروق بمعنى كلمة محروق. حاجة بسطانة عامة عشان خاطر ان احنا لما في اي شيء يعني النادي الاهلي يرد فيه ما ملكش عين انك تتكلم، بس هتاخد على عينك. وتقديمات النادي الاهلي محدش يقدر يتوقعها نهائي. انت تقدمتك بحجرين. تقديمة النادي الاهلي لاي لاعب، لاي مدرب، لاي حد، ان شاء الله العم حارس، ما تقدرش تتوقعها نهائي. بيقدم تقديم عظمة. وطبعا عنده يعني مجموعة الاعلام او شركة الاعلام في النادي الاهلي عظمة، عظمة على عظمة. انت جبته على حصان ولبسته لبس من ايام ما حدش عارفه دايرة شرد قلب الاسد ولا مين، وانت جايب له في ملك بيحارب. الملك بيقعد على العرش، الملك بيقعد على العرش. فما تزعلش يا غريمه من اللي جاي. والله العظيم انا فرحان لك، والله العظيم انا فرحان لك بالمدرب ده، وفرحان بتقديمتك. عارف ليه فرحان؟ عشان خاطر اللي جاي. النادي الاهلي الرد بتاعه بيكون دايما موجع، مؤلم. يعني كده تقدر تقول يا بيحطه في العصعوصه، يعني بيظبط التظابيط، بيخليك تعيط ليل نهار زي عربيه الاسعاف، بيخليك فعلا تركبوها، فعلا بيخليك انك انت تركب عربية الاسعاف حرفيا، حرفيا. تقديمة حلوة، شابوه. ليه؟ اديتنا الفرصة ان احنا ما نكونش محترمين معه، اديتنا الفرصة ان احنا نقدم التقديمة اللي احنا عايزينها مش اللي حد عايزها. اديتنا الفرصة ان مفيش مسؤول بعد كده بتليفون ويتحلل للنادي الاهلي عشان خاطر ان هو يشيل عربية الاسعاف. خلاص، انت خليته داس على الاعلام الحمراء.
شابوه يا عمي، تقديمتك وانت حر فيها. احنا مش بتوع بكا، مش بنبكي على اللبن المسكوب خالص. بس كل الحكايه ان احنا لما نعمل تقديمه لاي حد ان شاء الله اللي عامل غرف ملابس ونجيبه يدوس على وشكم نفر نفر، ما اسمعش واحد فيكم يجي يتكلم يقول تلت التلاتة قام، ولا ده اعلان تلقيح ومش عارف ايه، واعلان مش عارف ايه، واعلان مش عارف ايه، والكلام الزايد بتاعكم ده. المدرب بتاعكم مدرب يعني انا مش عارف هيتقال اسمه، هيتحذف اسمه كامل كمان، مش هيتنطق غير فريرة، لان المربع المستحيلات ان معلق يقول لك والمدرب يانيك فريرة، يعني فيها بلس 18 كتير، في تيت 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 كده، لازم تكون ورا اي معلق او ورا اي حد يتكلم. يعني بنتايك ويانيك فريرة طبعا. هاتوا فريرة بس، يتقال اسمه ازاي ده؟ والله العظيم ما عارف يتقال اسمه ازاي. ده كده نادي، لو مؤاخذة في الكلمة، ده ما بيجيش نادي على الأسامي اللي فيه، ما بيجيش نادي، ده بيجي كباريه. وما تزعلش يا غريمة من اللي جاي، النادي الأهلي ضرباته كتيرة وموجعة ومؤلمة، وفي الحتة اللي تكيف، وعادي. عندك تقديمة تاني لأي لاعب أنت تشتريه بنفس الطريقة وأكتر من نفسك، قدم عادي. الحكاية هات وخد. بس لما تيجي تقديمتنا ونفرط وشك كده على الأسفلت، ما تتكلمش، تشد بلاستر. عشان اتكلم هتاخد برضه فوق نفوخك، لان مفيش احترام بعد كده لاي حد. دمتم في امان الله، سلام عليكم.